جيت بعد ندخل القضاء ل 76 من جديد. جيت منين جيت؟ جاني صديق لي قال له باه وللو الله يعينه عليه مدير الأمن وأنا هو أصدقاء كنا نشتغلوا هنا هذه بالأمن. قال لي أنت يلا ترجع ليش الحرس الحرب قايم أنت دور لا تعود دورك فيه مضبوط. قلت له معي أنا عندي غير بعد قلت له ذاك الدقيقة أنت نعدلوا. بعد رجعت للحرس وأنا رجعت التضابط صف سامي جدا مساعد. وعند خولي خلقت مسابقة للضباط الصف السامون يتقدموا لها كانوا يعودوا ضباط ونجحت ودخلت 6 ضباط. ومنين دخلت فترة الحرب وعينت على مركز تدريب مؤسس في المعرض هذا يكون دفعات الحرسيين مدة 2 شهر وفي تكوينهم ومشاو الجبهة. وذاك التكوين كنا نكونوا 304 في 2 شهر ومشاو. ما بطيت فهم ما توافقت أنا اللي القيادة اللي في المقصود اللي على الحرس عاد يختاروا فاكتانوا يلعبون ولا بطيت فيهم 2 شهر والله لا سميت لي جات البرقية تحميس إني نحضر حالي وإني الصبح طائرة اللي هيجيني ندخل جيبيها والآن عقبها والعيون كيف إنهم عوضوا وأنا أهلي ولا نبغي نمشي عنهم لا غير الأوامر حال آخر أشياء في زمن الحرب. فإذا بعد قيمت من عاد نهار ما قد جات الطائرة وجات جاية من سوق النعمة وجات ملانة ولا جا فيها بلد وهناك يعني لا هنا بقى بعد ذاك الأسبوع قال لهم الغايد الطائرة يقولوا دوفا قال لهم أنا عندي أوامر إني الضابط نجيبه ولا خلوا له بلد قالوا ما هم بلد أبغى يعطوه بلدته يوم رفدني معه هو الملاح ثاني بيناتهم مقعدهم صغير. مني جيت لنواكشوط لحقت قائد الحرس المساعد قدامي حنين رفدني ودخلت جيت لقيادة الحرس. منين جيت لقائد الحرس رئيس أركان الحرس هو قال لي الحالة قال لي صعب وموريتاني كاملة وبالخصوص قال لي فطار قال لي وحدة ما ارتفدت يردوها بوليساريو لها 2 أسبوع ووحدة إسرائيل يردوها للأسبوع والناس من خارج عاد رطاء ونلودوا الجيش والقيادات يلودوا دور مد تعتم بعدها على ضار ما ينقبض وراني مفكتيك له حولك له. وهاي قال لي سيري حاصر عندي لهم كمينين الله لا ومعهم لاندروفر واحد ركب انت فيه وقيم ولا أثبت الليلة ما هو بطأ هذه عاد عندي عنها واحدة سيدي أنا بعد مفهم. وجينا لطار الساعة 3 جيت لطار الحق قيادة المنطقة العسكرية تحاميني كامل فيها مضابط قايلها مصطفى الولاد مصطفى محمد السالم أكو واحد نقول ولات من اللي طلع يشربوا الألول مباشرة عندنا حكم يزين وبعد ما هم نسأل كل ولات لا الجواد الشباب الصغير ما يعرف له الولات حق ما يعرف له الولات. الفائدة قبل وحدة عندهم قسنا دار القايد وتباركنا معا نتعشى ويعطوني الأخبار يعطوني يكلموني عن الأرض تضاريس وذاك. والصبح توجه طبعا سيارات بيت نحمل عليهم الوحدة لاندروفرات
وتوت بالك ما ندربه بالك ما ندربه لوحده جاية من الداخل بعيد من الحرم. أنا عندنا أسبوع ندربه ذاك خلق شيء قال له هجوم مذان. شنو تفاصيل؟ لا هي جاية فيه. يهجم على وذان. دخلنا هون في الحرب في غير بعد خالق ياسر حوشيناه لأنه لا ينرجع له. إيه طبعا. تباركنا هو لا مع حياتي أنا وخلاص. لا يخسر. أنا اختمينا مع صباح طويلة جاءت ورقية عن وذان نهجم عليه وقيمت المنطقة المهمة العسكرية كامل. بكرنا وخسر الوتات ياسر منه في الطريق. حقنا هم عن 22 سيارة ونين لحقنا وذان وانا بعيد منه قبل ترعى الديار. توقف قائد المنطقة العسكرية وعدل إعازه الأخير وزع المهمات. وجيت أنا وملاقي البخري يسأل الخد الساحلي لامع وجهه وما جاب القوة على الخد الشرقي. وبدأنا المعركة وكنا على مرتفع وصلنا منه أنا والقوة اللي معايا الرايد مولاي والجماعة اللي معنا وقعنا في كمين أول وتباركنا معنا تعاملوا احنا ويمناه بعد يمناه وعدلنا كمين ثاني وثالث ورابع لا يدفع يستاخر يتراجع شوي ويعدل إلى هنا. الكمين الرابع عندنا قيموا قدامنا أصلا ماشيين مشي الكمين الكبير اللي هم ونحن القوة من هذا اللي جسر ويمكن احنا فيهم. ونعادوا عيطنا للقائد المنطقة قلنا له احنا جايين نجيبنا ونصاوح احنا والناس والقداميين الناس لا يقروكم غير بعد احنا لاعبين عليهم. طاوهم سبقهم وشبقوا تنا مشوق لها كراعينها كتلوا جماعة البيئة 5 أغسطس. وتمينا بعد احنا تالبينهم إليه جينا عقبهم من يعرفون ما هم قوم سمعوا عنهم شرق ساحل. وجينا احنا القوم لنا ثاني يوم الصيف ونهار حامي العطش ياسر. كيف جينا عيط قائد المنطقة الطباء قائد الوحدات قال لهم قوات الوحدات هنا قال لنا خارج سيرية قائدها بولو محمد الشيخ قفات ودخلت نقول العدو ونهاها تقريبا قال لنا لا اللي مات واللي يجرح وزارب قائدها وحده ومعها جماعته اللي هوت ويراوغوه ولا هو قاعد يمرق لهم اليد لهم ولا هم قاعدين يحكمون وندوروا حديا يضيفوا. ما أتكلم حد قلت أنا بعض القائد المنطقة عني أنا له نقيس جمعت 6 وتات قيمت واحد منين جيت الحرمهم واحدهم في أنا وسلك بعد أبو تماشي عادوا قبلنا احنا تحتهم في طرحة صدرها قليل هم فوقنا على علم وتمون كوفين ورونا ورامتينا. طينا ساعة هم تعاملين معهم ويعطينا ساعة يعني ضابط صف معايا قال لي وتات الشرقية ساحلي الشرقية ما تفهم حد يحرك الناس فيهم لا اللي يجرح واللي مات حالهم صعب. قلت له وشوفارات سلكوا قاعد يسلكوا نزالوا سالكي قلت له قيم بهم
جيم بالوتات 4 وعد القيادة اللي ما دفنوه اللي راح داو. وأنا قلت له ماني ماشي مشيت مهمة ولا تعرفت من الله حقت ما تريته ولا أني ماشي. قلت أنا فهم معايا وتين وتا معاه. قال وتا معايا وقعت معايا وتتنفس فيها المدفع اللي قال له أنا 10/7 دول 6 مدفعي جيد رشاش ثقيل وعليه راجل شوشاء نساء يقصف النار. وتباركنا ما نتعامل مع الناس احنا الوتات يبغون طيار لا يطور قومنا. قلنا أخوة أنتم جيتوهن بسم حقنا رجال الله على وتاتنا لأن أخوة أنتم الناس طوقينكم من كل شيء أنتم حالة تمرقوا به. قلنا لا إله إلا الله. في هذا ذلك الوضع أن يعطي قائد المنطقة العسكرية رجل قال لي أنا الناس طائرت عني وبقيت وحدي والناس قريب مني ما هم بعيد مني لا يحكمون ونهار صعب. وبعد أنا ما قطيت نهار صعب ما هو. أيت لكفران معي العريف معي قلت له إنه باطل راعيت عيطا وظروفه اللي هي ولا نقيم وعدين وضع نفس صعب قاع. غير قلت له ما اللي قاع كامل لا يا قبيه تروح مد تموت ما فضحت والله تسرك من الشجاع ويابس. قال لي أنا أقول لي أخلي حق خلاقك الثاني لا يورطك قيه منه. قلت له شغل وتات لا يتم واحدة منهم ماشية قدام تخبط قدامها واحدة وراها تخبط رقبها لين كان نوصل. وقيم الوتاد قيم هو الأول وقيم تانا ثالث وتمنا نتبادلوا مسيرة إلى نتلاطم نحن وتات الناس ليها مدفع ثقيل 23 حيارة 23 عنده وهي فاموثني وتلاطمنا على راس الزيرة تكرينا تقريبا وتوه. هم طالعين على الطوبة من قبله وإحنا طالعين عليها من تل والخبيط ما قرون ما يسمع حد الخبيط ونتوات تحس بالوسع تكرينا وتوه من قريب مالوا عنا على الزر العربي ومنا عنا على الزر العسكري خابطنا من قريب من قد الطويلة هم إلى عن علي العرب قالوا أنا عن ما تسلي على المدفع وتوه ومحرش واحد هم اللي من توش عليه ولا أكترهم اللي تركه شاطري اللي معي أنا معي 5 6 رجال شاطري نقدوه هربت الوتر لكن كان مطوق أنا كامل الوتات مشى معاها تلبه أغرب يا شيخ والله. لقينا بعد إحنا عندنا حرية المناورة تبينا بعدين قائد المنطقة وطريقنا رأينا رشاش متوسط ثقيل اهلته ما بيني دايو لهم بعد خايفين غير كم غيسرته وفقعين. يومنا بعد فيهم قالوا معانا وجيت والحقت على راس طوبة ومعاه شوفير قال له محمد والممد ومعاه العارف السماري على الرجل ومعاه راجل مفتوح على الراس وجاءوا فايق والدنيا الآخرة من الطائرة جيتوا لحقت على الوضع قلت لهم قالوا قلت له بنادم شوف قالوا الوتي قلت له تحت راسطوا ولا تودوا إشارة للناس دحرج شوفير ما قام سابق أنا قام ما يعرفني أنا طايلهم ما يعرف أنا منه. وثانيا هم اللي ها منطقة قائد المنطقة وقال شو العطي رمام قالوا عدل ذاك اللي قال لك المختار قلت له قبل تحت وعدل مواصلاته لهذه القرية وخلينا احنا هون. درس واحد من المدافع اللي يدري العربية يدرس واحد اللي يدري العصبية المدافع الكبار ودرس اللي بيناتهم الرجال بطحوا تنظموا الناس ويجمعوا لين 4 جماعات كلهم ردوهم ويدخل فيهم مضرورة
المرة الرابعة عدد حيميس هذا من الصباح حصل اليوت وإحنا مشينا وقاعدين ودانا ولا لحقنا نعرف الخلية فيه والناس قلت له طاوع عنا شوي أعطينا نقيم شو قال لي والله نقيمته قلت له قيمته قدامي وحنا أنت محاكمين ورا هي من آخر قاعد دسرة درها الدوني حكمه بوليس اليوم وضحوا فيه يتسيئوا ناصبين يونا تالي قمنا قاعدين ونلحقوا شافونا ما لنا بعيد خبطونا وقفوا قدامي جيت جاي الناس يبانوا وزر الدس ردوني ما يحتاج أنا طينا ذيك رأينا مدفعين رأينا مدفع أيار 106 فعسين شو سوق الأكراء ولا عنده أكراء الناس أكراء ورأينا هاون 81 ملي أتقوى بعدها من شبينا على الناس زي نحن ما نتخاط ويعد حيميس قلت له كان عندي رأي لا نقولها لك قلت له شنو هي يعني أنا ما سيلا يخليك تهون ومدافع الصغار تخلطوا الناس ولا له نستقبل ونطلع لهم هذوك العلم ندخل فيهم من قريب كان قدوا مرقهم زق قال لي والله خليته مو قيمت أنا معايا 4 وتات وهم المدافعين خلق وطلع لك على الناس ما هم عارفين يعيشوا من هي وجيت العدو طار له البيضان ونطلعنا عليهم وتوهنا خبطوا ونعيط وحربوا خلعوا شكون هذا تعزيز جايين نطع يوم دفعوا يعني اللي بلدهم بدنا فيه أنا وقايد المنطقة وعاد الصلوات والواد دس الأخر على ذوك الزرساني ولله اللي عندنا احنا بينهم واد وفيه الناس يا حسري عبدو قلنا لقوم اللي هوك كاملين يالت أنا خبطوا الواد وثوك ولا أمني شعلنا النار في الواد رووا ضرورة والشمس اللي عطاي حقيقي ماشي وفات المعركة هي معركة بدر. اوكي يتكلمون عن اسباب الجو اللي كان سابقها قاعد شوف اسباب الحرب وهي شيء مباشر وهي شيء غير مباشر. الاسباب الغير مباشرة من استغلال البلد بريطانيا كساملت لا تستغل ظهروا فيها اتجاه يدور استغلال موريتانيا وحريتها وربطها بالعالم العربي والعالم الإسلامي معروفة الاتجاه ومعرفة شخصيات. واتجاه ثاني يدورها تبقى مع فرنسا وهيمنتها ولغتها وحضارتها. فهمتوا؟ وتوه ياك التيار اللي عقب ينجح هو اللي يحكم وحكم تحت هيمنة فرنسا وظلها ولا كانت قبال الناس راضية عن ذيك الفترة. هذا كان سابق الحرب. ومنين حكم النظام الجديد ذلك مع تسييره الخاص به خلى الاستعمار فهم إرهاصات من الديمقراطية أحزاب مؤسسة وبرلمان والنظام الجديد القاعدة كامل وأدى الحزب الوحيد وتبنى نهج دكتاتورية الحزب الوحيد ويبدأ يسوق البلاد إلى هذا الأساس. تم ذاك الاتجاه كامل اللي كان أصلا قاعد موتونك عنده تم لا ينزال إلين دخلت في بلاد الحرب وغريب تدخل هلو هي ما يعزل الدورة انفتاح على البحر. هي عندها شاطئ من 800 كيلو وغني من الحوت وهي ما الدورة تراب هي عندها تراب من وسع الأراضي وقالبتها قاعدة نصها ما في أحد وهي ما هي معدل حرب يعدل بالجيوش والماء. موريتانيا ما عندها شيء يكسر ليش عبارة عن مجموعة من الضباط ما هي ياسر ووحدات خدمات اللي يقوموا بخدمات السكنات هم ياسرات ولا سلاح
لا عندها مدفع واحد ثقيل، ولا عندها دبابة واحدة، حتى ما عندها نقل باطل جيش، ما عندها سيارات نقل، عندها نقل منظم. إذن هذا حقيقة إضافة إلى قاع وأصعب منه كامل من الحرب. عدلت مده ما بينها مجتمع واحد يتكاتل، اللي هك والإله واحد معروف، الدم واحد والعرق واحد والنسب واحد والتاريخ واحد. إذن هذه القضية بداية الحرب كانت حالة صعب، وبدأ الجيش بظروف لا توصف. وتميلين بدأت البلاد، دخلت البلاد للحرب، والجيوش حقيقة ما خلقا تشاوروا عودوا يعطوا رأيهم، حتى البرلمان ما يلطوا يعدل الحرب ما بذنوا تعرفوا ما وسوى. دخلت الناس الحرب، ونين دخلت وقام الجيش يشمط، يجمع الناس، يجمع الموجود، يجمع المتقاعدين، ويجمع الناس اللي دخلت الشهيد مشات، ويعدل الاكتتابات والتكوينات مستعجلة، وقاد هاي الحرب الجيش بطريقة قيادة صعب، وقادها بأبسل شيء قد يصح، رسالة تامة، وبشي غريب ضعيف لي. إذن بدأ الحرب يصير، هو منين طالت مدة الحرب وفلس البلد، وعاد الأمن معدوم، ناس كاملة، حدود موريتانيا واسعة ولا فيها ممر إجباري، ولا بدنا نبغى العدو يدخلوا، وقواعدهم مؤمنة ما يتحدى الحقهم. هذا صعب الحال، وأخرج الإفلاس المادي تماما كان قاعد لا صعب. كانت الناس تعطي شيء دول الصديقة أساسا العربية يا غيره عقب كامل جدون بلو. عاد حقيقة البلد لابد لهم ينتقل لظروف. بدأ الجيش يفكر، وتوه بدأت فكرة تغيير تنطلع، وهي الفكرة بعد أمن الرايد جدول السالك. هون هو اللي ينسأل لكم جدول السالك ياك تتكلمون عنه، تبدو من البداية، من بداية تكوينه هو كشخصي. والله جدوان هو شق، هو الكبير، وأنا طريدو كي يقول البيضاء خلقنا دائما، ولكن التكوين التقليدي عدلناه كامل. اللي قلت له ترى ادخل أول مدرسة وأنا ما أبغى ندخلها، وأدخل مدرسة ضد رغبة أبوه، وأنا ما أبغى هاجر أبغوني عنها. لماذا الإصرار على أنه يدخل المدرسة؟ صار فرضه، صار جابه وادخلها عندي. والله ادخل هذيك الساعة الأعيان ادخل إجباريا. عندهم اسمه، عندهم تاريخ، عندهم شيء يقولوا لك نانيش، لا ما نلحق الوقت يبغوه هم اللي ما جاءوا قالوا يبغوا يدخلوا ودخل. وتوه عدل المدرسة الابتدائية في النعمة، ومنهم عدل الإعدادية وبعض من الثانوية روار، ومنهم عدل عقاب الثانوية في بشرة عندنا مسؤولين قال لسه بيختها، وعدل فيها الجزء الأول من باك، ودخل جاهون عاد باك بموريتانيا، جاهون وعدل الجزء الثاني بموريتانيا نواكشوط 66 65 ومنين عدل باك دخل الجيش
دخل الشيش دخلوا مولي من بابه الواسع. عدل شين قالوا مدرسة سنسير، ومدرسة سنسير هي جوهرة المدارس العسكرية في أوروبا كاملة في الأحرف فرنسا. وعدل مولي منها من طريقها الأوروبية. هي عندها طريقين، عندها طريق أوروبي وطريق إفريقي. الطريق الأوروبي يجي حد عنده باك يعدل سنتين تحضيرية ويعدل سابقة، وإلى أن جاء يعدل مدرسة يعطي فيها سنتين دراسة، يعدل سنة تطبيقية. والإفريقيين لا يدخلوا تو يعطي سنتين يمشي بلا مسابقة. عدلها بعده وتخرج منهم اللي خروج زيد الأوائل. ورا قبل طلبك دخول للجيش كان بقرار شخصي؟ قرار شخصي. لا قرار شخصي، لا قرار شخصي، لا اختيار. ذيك ساعة فات عنده ميول سياسية، فات عاد لأهل السياسة. ذيك ساعة ثانويات ذيك ساعة حي وفيها الثقافة وفيها السياسة. وهو كان من تلاميذ بولاقي والعبيدي، وشبار له وشياي له، فهم علاقة هاك أنه هو صغير ذاك راجل كبير. وكان معهم اللي جماعة بالمدرسة السيسة ينجوا عليها مزنة إنه يلحقوا التنظيم، ينجوا عليها. إذا دخل العسكر تخرج هون ضابط ملازم، تم هون تروح لنا بعد عاد نقيب عاد راهب، ودخل الحرب وتو مدي زاده، وخلق عليه الحرب قائد منطقة توسل. بداية الحرب هو الشرق الأوسط، هو قائد منطقة توسل. أيوة. كان قائدها، واصطدف في معركة قاس فرنسا وقلع منه مطرق في الريق في القلب، ورجع لهم اللي قائدها. هاي الفترة ريك 77 بدأ يفكر في الانقلاب، وبدأ تغيير، وبدأ يخطط له. في عمليات كان مشارك فيهم، عملية تورين. عملية تورين قوال عندكم تفاصيل؟ ما عندي لها تفاصيل كبيرة، نعرف أنه قادها هو وهي يرحم وتوه. وسمعت الناس تقول عنه هي قال لهم انه هو بعد انه هو قام غادي له الموت، قال بعد قاعد يخص منه وتلبوا الناس بعده وجبروهم وخصلوا فيهم. وعدل معركة تشلة هي اللي نخبط يصرف فيها. عدل معارك ما كنت معاها، أنا كنت وحدي، كنت منطقة أخرى. من أشهرهم عملية نواكشوط اللي مشيت جبهة البوليزاريو لنواكشوط، اللي كي يعمل تورين، اللي يعمل هي اللي مشاوي صوره مشاوي طاردهم ولحقوا لهم ولا في تربوهم منهم، لحقوا لهم تورين. في محمد يحضي البريد الليلي قال أعلن مشروع الانقلاب اللي خلقه 78 10 يوليو، مشروع قديم عن شدول للسالك. قديم من أنت؟ كانوا من سابق من صقروا قديم ليك. ما هو بعد انه كان يخطط الانقلاب ويشير يتساوي. الفكرة اللي نوريتاني توه ولا هو وحده مع رجلية. كانوا احنا كاملين يكساء نراو عن موريتانيا مارات من الاستقلال اللي تستحق، وانها يلا تستقل عن فرنسا ويلا تدخل العالم العربي. هذا عندنا، وانه ما يقد يصح ما هي داخل التغيير. هذا عند شيء من الناس ما هو ياسر، وهو بعد منه انتو. كيفاش بدأ يخطط؟ كيف بدأ تخطيط الانقلاب؟ خطيط هو صمنينا من بعض أصحاب الحال ونعرف عنه لا بد من تغيير.
بكى. هو قبل بداية التخطيط يقال من طرف بعض الناس اللي كانت مشاركة في الحرب أن في أسباب مباشرة للانقلاب، من ضمنها أن الجيش أنه لم يعد لديه الإمكانيات. حتى الجيش ما قطع من الإمكانيات اللي ضايق به، غير اللي بضعناه قريش ومانعين وصحاح وحمالة للجوع وحمالة للعطش ودياقة، ومن يجبروا غايد يغيظهم ما كيفهم حد، ومن ما يجبروا غايد يك حالة أخرى. والشيء قلت لك مالي، قلت لك عن البلد فلس، كلام لك عن الحرب. البلد فلس معناها عن الجيش ما تجابر شيء يجبر به الأدوات ولا الآلات يغايد به. أصبح الحال صعب كامل. أين تبدأ التخطيط للانقلاب؟ جاء في 77 كانوا شهر منها جاء، ونبدأ بعض عنده الوكرقة. أول حد اتصل به المصطفى أحمد بن عبد الله، ومن اتصل بهم وافقوا وطاب التزامهم. اتصل بهيدان ووافقوا. احنا متعارفين في الجيش، نعرف ذاك اللي نقدر نتصلوا به ذا الموضوع وذاك اللي ما نقدر نتصلوا به. اتصل عاقب هيدان، اكتب رسالة للملاي البوخريص، كان ملحق عسكري في مصر وهو تربط صداقة متينة، اكتب له رسالة ودخلوا ملاي، دخلهم وجاهم، دخل عاد معهم. إذن هاي الضباط السامون 5 هم الضباط السامون الوحيدين اللي عدلوا الانقلاب. هم اللجنة العسكرية الأولى، هم العدل التغيير. معهم طبعا ضباط آخرين، معهم نقباء ومعهم رواد ومعهم قاع ملازمين وحتى ضباط صف واقف على التنظيم، يبع تنظيم عسكري وهدوه غير بعد الجماعة الأولى واللي كانت قايدة إلى نخرج الانقلاب هي الكتاب. والجماعة المدنية، الجماعة المدنية قال لي هو أنه الأول اتصل بهم المدنيين شيخنا محمد الله، وقال لي من جيت والحقت زين عنده ومستعد له. غير خارج الجماعة لا نذكر هذا، هو مشتركة في ياسر من الصداقة ومن الزمان وحتى من الغرابة. هي استحمل بن نجار، محمد يحيى والبريد اللي ومحمد والأحمد وأحمد والوافي والمحجوب والبي، هاوريك شيء عنده ما يعرفه تقريبا. ما كان لي عنه اتصل بهم غير ما احتاج يقول هل نعرف أنه اتصل بهم وكانوا هم أساس الخط. غير بعد قال لي أنا هو أول مدني اتصل بي شيخنا، وتكون ذاك الجناح العسكري وعاد يجمع به وجمع الجماعة المدني وكلهم يطلع لي، كان يربط بين الله قدمت الأمور إلينا. ومن ناحية وجهة النظر السياسية عن جدول السالك، كان بعثي؟ تقولوا أنه كان بعثي؟ نقول نعرف أنه بعد قومي إلى حد بعيد، يعني في داخل القومية كان مجاهدة. نعرف النهار يقول له واحد أنت قومي عربي، يقول أنت أنت قومي صيني والله أنت قومي أمريكي. لا قوم عربي والله. أنه لا كان بعد علاقاته مع البريد الليل متينة، وكانت في باريس وكانت في كل بلد. مشيت البريد الليل 66 شهر سوريا. قال إنه جدول السالك رغم إنه في سين سيريك ساعة وصندري ولا متاح له ياسم الحرية، إنه كان معاه في المطار وادعو. الله للدليل لأنه اتصل بالبعثيين مبكرا. ما هو الله والله بعد القومية ما كانوا يتصلوا في المدرسة ما أدري باكلام اللي يستحمل بن نجار هؤلاء ولا وحمم أي جماعة قرأت لهم وعدت باكلام ولا كانت لهم ولا تفطر، لا معروف.
هو متى بدأ التحرك فعليا تنفيذ الانقلاب؟ تنفيذ العسكري. ذاك بالله يقول له اللي أعرف أنا بعد منه، قال أنا أعرفه كان أنا كنت في معركة مدريقة التالي، هي آخر عملية عدى الجيش الموريتاني ضد البوليزاريو. شنو تفاصيل العملية؟ اللاصة هي تراب المغرب، تابعة للمغرب، ودخلوها بوليزاريو وسكنوا فيها وتفهنسوا على المغرب، ولا قدموا رقم لها وطلبوا العون الموريتاني، وقاسوا أكثرية الجيش الشامل قايدوا شدوا يا الولاية الثالثة المنطقة الثالثة والمنطقة الأولى والمنطقة الرابعة، جاءوا 4 مناطق، وعاد قايدهم شدوا مع هيدالة فوقها كان يقوم بالتنسيق بين الموريتانيين والمغاربة. جيناها مع الصباح، ظلينا فيها. هم من النهار ما يشغلون، يتروقوا عنهم، والليل يجون يخبطون ويكتبون ويمشوا ويهربوا. إن عاد بتفهم ظلمي عاد بقي هاي اللي منهم. ودخلنا مضرب، دخلنا وانا كنت من الوحدات القدامية، كنت عندي كتيبة هي القدامية معي فيها علي محمد، ودخلناهم عند صلاة الظهر، ولا قاموا، ما قاتلوا قتل قتال الشرف، ما هو قتال لكن ما نعرفهم من عدل، وقاموا مساحبين تمين الآن تابعوهم لين راح الليل وفات العملية. هاي من طريقة التالي لو لم نعمل ذاك منين عاد منين وهينا منهم من مضريقة قسنا كاملين في ديره، وبلد غيات المنطقة ثاني هنا له ديره في الليل وبسنا، ونعاد ما أصبح الصبح يعني جاتني برقية إني حولت في الماكشوط، وإن خالية طائرة لا تفدني الصبح تمشي بي شورة طار النزل. أنا عندي شيء من العمل، أنا تابع لطار قاعد نزلت عندي مهم، وهنا عاد الظهر يريدني سيدي نقيب سيدي به وقايد طار عن الساعة، ولا أنا وهو طائرة عسكرية جابني لطار، ونزلت هي اللي انطلب مني إني نوعد أنا وشط بالعجلة نقيس نقبض عملي بالعجلة. جيت لطار ونزلت الأكل عندي وقيمت طائرة أخرى وعد الماكشوط. جيت لغاية المنطقة العسكرية السادسة، أحمد ولد عبد الله وغايد عيسى. جيت أعطاني كتيبة غير محمولة، لا ما عنده وتات ومدافع الضعاف، نزلت شيء من قاعد مركب شغل ديني شغل سيء نتفتبته وقتها ماني فاهم قاعد ايش معيط ولا نعرف عن الانقلاب يحضر، يعني ما كنت واسع عنه فاتش هز. من هنا بيت من هذا النهار الثاني سميت لين وقفني جد، أنا هو وقفني حلا أفر كويس وسألنا وعدي بيشارة أنت جد؟ قال لي أنا جيت الله اليوم. قال لي أنت الليلة أنا وأنت وأحمد وهيدالة، أنا وأنت وأحمد وهيدالة أنا متعشين مع المصطفى في داره قيد الأركان، ما عاد عندي شيء لباب غير بعد ما فهمت انه يطلع بس باب كثيرة واحدة انه هو قام اصلا احنا من تقاليدنا ما نجابر ونكون في دارنا نكون في بلدنا،
ثانيا إن هي لا دار منا حقيقة قلت له أنا جابره يا غير إيه أشياء معهم هم شوية كبار مني كاملين رواتب وأكبر مني سنا. إذا واجهت يعني جيت تأسى يتأسى حقتهم جينا نتعشى إذا نتعشى وجانا تخلينا ضابط بصورة صغيرة ما هو من حركة. هذا من يبعث ليش وقبيه وأحمد ومشاو بيهك وحدنا وقفنا هك ظلمات. قال أنت تعرف لا شو وقتي هون؟ قلت معنا الله ما وقتي تو لا حسني الحرب والساحة ونرتاح نختار ريح الماكشو ليس من الوقت ثاني. اللي راح قال لي راحة ما يخالي تقالي وقتي في طار الانقلاب بخطة الانقلاب. وقالوا لي أحمد خارج قالوا لي كتيبة عند المنطقة السادسة لا يعطيها لك أحمد يوم 8 لا يعطيها لك يوم 8 في النهار ولا يعتقل الرئيس ووزراء مجمعين في المجلس الوطني لحزب الشعب. هذه كانت هي الخطة الأولى ولا نشأت. قلت لهم أنا ما غادي لي لا يعطيها لي تو. لماذا تم اختياركم لهذا الدور؟ ايش ظهر لكم انتم فيه؟ ما نعرف لأنهم فيه ثقة ولا فيه جراءة شوي تحتاج؟ ما نعرف ما نتكلم عن ذاك ثقة قلت لهم ذاك ثاني واللي ما نعرف هم بعد كاملين شيوخي واشتغلوا معي. الفائدة مشيت من عادي يوم 8 أعطيت أيام هنا والله لا هو ما جاني شيء إني عندي المهمية وأنا بصعوبتها ولله ننفذ به ما تحت يدي. هذا عندي ما هو بلو سميت هذا رئيس الأركان مصطفى جيته دار قال لا نجيش الليل والنهار وأخوي قلت له أنتم اللي أعطيتوني المهمة اللي أعطيتوني ما أعطيتوني باش ننفذها وذا اللي قلتوا لي ما هو قانعني أعطوني شيء ننفذها به والله أقبض مهمته. قال لي شاين واسو قال لي الكتيبة عليها حد ثاني لا تنقلوه عنه. قلت لا تقولوها أنا قلت عندي كتيبة من حيث الأعداء وأعطوني لها الآلات أعطوني الوثائق والمدافع يجهزها بينهم وما يخرج الانقلاب ما زادون عندي أسبوعين. قال لي والله قال لي قول لشيخك ودور يجهد تعرف لك تعقيدات العسكرية. هيدا بعد قلتها لأحمد يومين قلتها له قال لي أخويا دينا لا يتفارق على سبتوة واحدة بس نحال لا نراوح احنا باش نحملوا كتيبة كاملة. هيدا بعد قالها مصطفى قال مصطفى عن أمه قال لي أنا بدأ وعيط السنة مدير الأدوات العسكرية قال له لكن لا يدور عندك المختار كامل سبقوا فيه أعطيه الأجر. جيت مكتب التجهيزات أعطاني 45 لاند روفر. كان جزء من التنظيم اللي هو اللي على العتاد. كان منهم كان من التنظيم منهم اللي وفر لكم الإمكانيات. لا هو العتاد خالي عند ولا مكتب واحد مكتب العتاد. هي غير الشخص اللي كان معين الضابط اللي عليه كان جزء من التنظيم معاكم تحضير الانقلاب. أنا بعد ماني عالم بها يا غير لا يعقبنا يشبروا منه أنا ما نعرف يكون هو جبريل عبد الله لا يعقبون جابروا في طار التنفيذ. واضح ذاك الوقت ما تعرف. ما نعرف هو نعرف أصلا إخباري فيه صديق ما تعرف إنه معاكم. يا نعرف عنها بعد ما هي مو حال مولي. الفائدة أعطاني
مدفع ما يتم بالثقال من أيار 106 واحد من أيار 5 وأعطاني شنو ثاني صهريشين. هذا لا بد من صهريش للماء وصهريش للوقود. بعد سويته معاه جبت له حاجة من كل بليده ودخلته وتباركت مع النظام هون نديرها الوحدات ونهارين ولا 3 وفات انتهى تم جهزت. خالق وحدة مدرعات كانت من عندي أنا سابق ذا تمت عندي وجاء لي هذا. بعد قبضت الكتيبة ودرت في بلد وش يقولوا هذا ريزامتر جاني ميليتير. هاي بلد ريزامتر سانترامتر وبعيد من 11 ساعة ما حدث. درت فهمتها وقعدت نحضرها نمشي عليها ونجي ونوجه الضباط بطريقة غير واضحة. يا غير كنت خمامي أنا إني لكن الكتيبة اللي كانوا ذاكين لا يعطيني أحمدوا إني نقبضها ونعدل بها العملية ونخلي كتيبتي أنا احتياط لعل نفصل بها. فإذا من عادي يوم 8 دخلت الأحمد لما كنت بإحدى وقلت له حضارات العقيد اليوم هو النهار الموعود ولا جورجي معناها عند الصنادرة انهاء اليوم هو يوم الموعود. قال لي أنا مشيت الكتيبة وبنجي لا نسلمها له. شيت عم يعادل 11 دخلت عليه قال الكتيبة جات ودرتها في المعرض ودور نعطيها له. رجعت الأميدي قلت لهم الناس لا يحترموا ما حكمناه. والاجتماع اجتماع اللي خليك حق المختار وفيه خليك حق ولا يعلم فيه المختار بالانقلاب. ذوك تعقدات 29 و 28 دور رجلك اليوم. زايد منين قال لي احنا تنقزنا ضركات ميدي خلي من تقعد سالها هنا نطلع سالها يسعى نطلع سالها نضيف كتيب شيت من عنده جيت سالها دخلت عليه قال لي أنا عيطي قائد الأركان وقايس ومشى عني كانت ولا جاني مهسات وكانت فترة من أصعب شيء قطشته ذيك السبايا وين سالها والسات. فإذا جاني السات وقال لي هاي وأجل قلت له أجل من أجله ضرب قد أجل قال لي أجلنا احنا هو. قلت له هذا ما قد أجل. قلت له المنطقة العسكرية الأولى لها نهارين جاية من عند وسل وفات الطيران اذكرها وكأنها هاجمة على المكشوف وإحنا ملي هون نخبزوا. أنا ما نمت هناك وإحنا ملي هون نتباركين معها نخبزوا قد قاعد لا الحق الراجل منه شيء وإذا تجيل حالي ما قلت صح. قال لي اجلها للشهدة ثامجر مراس عنده ما نمت هناك ومراس سالي بني وجالب لا سلكي هذا الرجل وعيط جده ذيك الساعة فات تحرك قالوا من يام الزال لا تقطع زفاء متحرك بنية طبعا الخطة معدة معروفة وتوهمنين مبلغ ساري بني وجال رجل يتكلم مع جده قال له جد انتم مش وسيتوا. قال له هذا وأجل. قالوا أجل من أجله. قالوا أجلنا احنا هم
قالوا أنا بعد ماني مأجله، وقطع عنه، قطع شده عنه. عندي خليل شيطان قائد الكتيبة وصاحبي وعالم بالانقلاب. قلت له أنت وهاي معاين العملية، والله طيني الوحدة قاعد والصراحة أنت خممت تعدل هدون القائد الأعلى؟ أنا ما عدلت هدونه، مش قادر يبني. هون قاعد اللي قال له الرتب وياك هون بلا قيمة، هون قيم الرجال وتو منهم اقطاع يعدل ذاك الرياضي يعدل. أنا قاعد معي ورطة من الأمور سمعت مدة ترصد رواتب بلا فايدهم المحانيها. قاعد الفايدة قلت صاحبي يعطيني كتيبة الله يمشي معاه. الكتيبة اللي في المعرض هي شافها قائد المنطقة من المعرض ودخلها السكن العسكرية في المنطقة السادسة ودار عليها قرداية وعيط الشيخ وقالوا لا تحرك مه بعلمي. هذا كامل أن نعرفه احنا لا جيت وقلتها له، قال لي أنا ما أقدر أتحرك هنا بأمر قائد المنطقة. اشتركت معاه كلام ما هو متكاش، تميت مشان وتميت وعد المصطفى داره في صلاة المغرب. لحقت معاها مولاي هاشم، ومعاها جبريل عبد الله، ومعاها ترياف ضباط. لحقتهم حدهم لا هم جمعين وتو. هي كانت أزمة معنا، دخلت أنا عليهم وتو، ودخلت عليهم ماني مسوونك وصغير موليك ساعة ولاني متكايس. كانوا متخالف قالوا صلاح متكايس مدو. قلت لهم انتم لا أجلتوه لاش يعني يغري أجلتوا. قلت له قال أحمد أنك أجلت. قال لي ما أجلت، قال أجل حد الله أنا بعد ما أجلت. الموضوع ما نعرف فيه ما ولا أخلق فيه كلام بعد سمعتوا نحن نناقش الآن. قلت لهم أنا أنتم بعد قاع إلعتوا بكم اللاتي قال الرئيس مهمة فاتنا طات لي ولا رقدوا كاملين وخلينا نعدلها. قد نعدلها يعني مصطفى أنت عندك باش تعدلها؟ قلت له والله لا. هاي حقيقة الكتيبة جطاوني لها من العدة وسلحتها وحضرتها ساوى عنها وهر والله ما نعرف. قلت له عندي قوال نحكم اللي هناك شوط كامل والله نكتب رقاش واحد. قال لي المشكلة محلولة سينفس الناقش الوقت توقيت وتوافقنا على ليلة الاثنين الرابع وتركنا مولي متابعة خالق منها قدر. تركنا مشيت أنا قال لي ايش خاصك؟ الضابط اللي انت طالب مهمة صعب. قال له قول لكن خاصك. وقال لي قول ليش خاصك؟ قلت له أنا خاصني حد يعرف القصر ما قد دخلته ولا أنا أعرفه. مولاي هاشم هو المرافق العسكري. قال مولاي هاشم يكفي يعني هو المرافق العسكري. قلت له أنا متماعدين دارك اللي يلتقد 9 قيمت من عنده مشينا. كنا بشبهمه ذاتي راهو من عاد يوم الحد مشان سيدي محمد بن الشيخ أحمد ملازم ذا رسول مشيه جدو مشانه وقيمت به. قالوا ما تصل بي أنا ولكن اتصلوا بالخلطة الأخرى. اتصلت به وقيمت به على مصطفى وشيته وقال له السلام عليكم جد. وقال لكم لكن اللي توافقتوا عليه عدلوه وإذا ما عدلتوه هو جهل. إذا بغيتوا ينافسوا هو اللي
وإذا ما نفذته خرجوا عن ماكشون، وإذا ما نفذته تميته ماكشون. هل عرفوا ذاك اللي يشترك كنتموه ماني قال يقبال ذاك القال غير بعد دخلك بالصيف. وقال لي أن اتصل به في الليل باسم مستعار شغل مشوار تدنيت شي بعض ما ينعرف. لا كيف اتصلت به في الليل وقلت له عن الأمور عادية، أنا ما قديت نقيس الخيام ولا غدا نقيس الصبح. من عاد 9 جيت أنا لدار ملهاش ما رأيت، وجيت 10 ما رأيت، وجيت 11 ما رأيت، تميت الآن مش عليه، وجيت سوري ما رأيت، من عاد 1 جيت ما رأيته، تميت بعد محمد محمود اللدي شهر دارو. سكنت دارك حكت بها ترقد وكريت لي وعى شان. قلت له أنا كنا له انتحر كل ليلة، وكان ولاي هاشم يلطم شمعان عتل القصر، أنا ما نعرفه، ومرافق عسكري مولي يهدى الناس لا يخلق تخابيط والله شيء ولا عرفته. ضربك قلت دورك تمشي معاه تدور تعرف القصر وضابط مولي من الدار قلت كده لا تهني دخل عني مرق الباس قلت له يبس مدفع قلت له لا حي نص هنا يتحرك كله على 4 ونضل نجيب ويمشون عنده تو وتميت الآن الشيء ولا هاشم وجي إلى الثالث جاء الدار لحقته دخل داره وتكل تحت البيت نعره بيت نظل وهي كل نهار نصحى تحت البيت وقديت الضوء قال لي يا فلان قلت له ايه قلت له ما بتك العيل ما بتك العيل لا يعدو الانقلابات روى التكي قال لي تكلم بس تحت تكلم تحت انا شو ولا انا وانت ما هم مشهود عنه والله الحياة نقوله قام يلبس الباسم قيمنا قاعدين وحدة اللي عندي أنا شهر لزمتها جانا هموني جانا هم عيط هذه الوحدات وطيتهم الأوامر قلت لهم المهمة حق عادي قال ما تنشي مشحون وسووا وقيمنا وعادين القصر وحداتها كلهم عندها مهمة ما تعني واحدة يطبقوا القصر واحدة من يزروا ياك واحدة من هيك واحدة من هيك والمدرعات يعودوا قدام القصر صدات 3 أشهر هي الخطابات اللي قرأتها ومدفعين الغاب يعودوا معايا تالبين لعل هيك كانوا يهنوا ذاك الفم يهنوا فإذا بعد جينا ومن جينا قضى عني مدهش الوت وجاء رئيس المخبر وقال له افتح هو شيخ قال له يا مدهش ولابس تريه في الوقت ماني فاتح قال له افتح خارج حركة جنود وخارج قال لا هذا الصف أنا الصف تدخل ما هو متجايز وتوه بعد رئيس المخبر لا يخرص فيه وتوه ما عدل ضدي تصرف ولا جاوبني قال هذا لا يخرص دخل مساعد كان أمره هك وحده نقزدها قالوا من إذا شيء لا نفتح قالوا افتح لهم ودخلنا
خارج جماعة من 12 الله 11 الله 12 راجل عندها رشاشات، عندها دوامر، عنها عدلت أنا تعدلوا معي تدعوا لا قاعد هم اللي عدل بهم لا تقع يقوموا معي يومنا داخلي الغصب وتم داخلين إلينا ادخل إلينا وتم الحارس الأول صانتنا الأول يرفدها وتدريج الرجال خطوا عمارة ومد فينا وقال لنا نوقف والله قال لنا ألتوا جفف وقفوا قالوا والله نخبر توقفنا هو إله عني أنا جاي يوم لا غير هو إله عني توقفنا والرجال كانوا دفاع احنا كنا الدفاع نجاكم عدوا إله عني فتانا متواري هو مهد فيه عيطوا لي الترك قالوا ويلك لا تخبط لا تموت وخلع وخلين وخلع والله ما وإذا بعد قمت وعدوا يا إله تلحقني أنا قلت له يلحقك طلع عبد الله سبق وبين أنكور يهدي هو في ظلم وراه وأنا في ظلم دون يغلب عاد كان يرى ظل الثاني لين تحت ضوء عرفني والله عرف عني ضاب هذا بعد في المدعو عني قال أنا ما كنت أعرفك وليتنا هاك مدعو قلت له هكذا ثم لك عسكري دركي قال لي والله قلت له هاي غادي العسكر كان شمعة قلت لهم القرداية هون من قرد الدار داخل قال لي معي 4 وأنا والخامس إذا عيطلهم وجهه دخلتهم قلت لهم دخلوا مصر دخلوا مع الجماعة اللي معايا وإذا جاني ملاهاش والله ما جاني رجعت ندور لحقت بزار شغلهم وجينا قلت له حاصل قال لي لا ينهد قلت له هذا فهد هو دركيين ومعهم عدلين سبا ومعهم هذا لدي سانسيس قال حد شاف ما قد أدرش يعني تو ونصف ماشيين داخلين وطلعنا على بلد منام الرئيس كرينا تحت كر هو تحت فحنا دركي جابش الباس مدين وطلعنا من طلعنا قال لي الراجل عنده غرفة منام هذه وعنده ذي فتحناهم لا رينا فيهم حد غير واحدة منهم بل لا كان عليها حد نتك ذراعات وخاصين بالجوز كان عليها رجال هذا اسم وقت تقريبا ودرابها 4 فجر توقع يمنا قلت أنا وين خلص له وضوت لي وضوي له عني عام أعمش خارج الله ومارق شوي من أنفود قمت قمنا وعاد يطاعد وقريت هو صور لي عن فيه حد والله فيه تخرفيش والله شيء كريت منين كريت مرة الأولى ما جاوب المرة الثانية جاوبني قال لي وي كيلا نعم قال لي ذاك منه ملجاين سلمنا عليه وقلنا له عن الجيش زعم انه يقتلون معتقلين وبسمون نضربه كيا معنا ولا عجلنا ما عدل ردة فعل ما تكلم ما عدل ولا كان مخلع قلنا له عنه طفى لا يخرص ويانا شوي سيد الرئيس أنا ماني صايب ما عندي وقتهم تفضل ثلاثة قبل شوي ننزلكم قبل إلى ما ذاك أعطونا نقيم بدلنا عايله يقول لك إنه ما هو مخلع وبعض حولي مطروح كان المتك حولي من توبيس أكحد وقيم نبيه تو وبعدين تدس العسكرية كانت الأوامر لي وفات العملية العسكرية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
بعد أن خرجتم بالرئيس من القصر توجهتم للهندسة العسكرية. طبعا. ماذا حدث؟ حدث هنا الهندسة العسكرية، لحقنا فيها رائد آية همال هو قائدها. توجهت عضو في التنظيم معكم؟ والانقلاب. توجهت ومن جيت فهم الهندسة العسكرية فهمها لا في الله وحده، كان ساكنها آتشي وتبارك معاها، مرقوا لها لاتشي ودار له فراش جديد وعد الحال تباض بالنسبة للرئيس. بقيت أنا مع الرئيس في مكتب آتشي أحرك ما نعرفش هذا. دخلنا اللي هو فملع أنفوتي وما تكل. قلت له سيد الرئيس تفضل ولا بغيته قعدوا هون ولا بغيته بعض المقعد ولا بغيته المسكن بين مع تحضر الفيلا يك ما قلتها له طبعا. الوقت كم عاد ذاك الوقت؟ وقت عاد صلاة الصبح. ليش نمشي؟ قلت عيط لي الأركان. قلت أنا اللي نمشي على تعودوا بغايتكم. يقولوا هالي لا ما هو حد لا يقدر يعدل لك شيء يكون بوامري. قال لي أول مرة يتكلم، قال لي أنا جسمي زان ضيف كي نبقى أنكم براه. فهمت أنت والله نفسروا المتلقي. قال لي إنه هو ضيف ما هو ثقيل ولا زادني على ذا. مشيت قلت لهم إلى دار الصلاة لو دول شي حالة يصلي بها سيد هذا يصلى كان ورجعت ما بطيت وجدرناه بالله لو تنبيت هم لا أعرف شيء. طبعا مع حراس مباشرة. أنا بعد الله فوق كان إلين وش شهر ولد بعد سوء. أنتم اللي مشيتوا بها شبيه محمد محمود ولدي. فأثناء تنفيذ الانقلاب ذيك الساعة جدوا منين فات الحق؟ فات الحق أصبح لي الصبح دون جيبات شوي. متى دخل نواكشوط؟ أخو الضحى نفس النهار. الله يرضى. شوف خارجين تعقدات ما كانوا مبرمجين. خلقوا وبين 8 و10. أما أن كنا مغرين على الناس ينحكوا أن رئيس يحكم يوم الاجتماع 8 والاجتماع. عقب ذاك اللي اشتركت أنا وأحمد وأجل ذا كامل بيلي أحمد وقالوا أبوته وقالوا ما هم عدلوا الورق ودار الكتيبة السكنة العسكرية وقاس قاعد من شلها الضيق التسوى. إذن هاي الفترة خلق بها قدر من الأمور. واحدة علم الرئيس مباشرة بالانقلاب. رئيس مالين قال إنه كان عالم. ما هي حق ما كان علم الله. كيف؟ علم أحمد الزين. أحمد الزين هو أحمد بن جارة في بنك سنترال ونه الولاية واحدة. سيد أحمد إلى قديم بالحركة تشفت لي خبره قال هذا ولا عنده بنهار سابق الانقلاب. ومنين قال هذا وخلق اجتماع المجلس الوطني أحمد فيه يبطاغ واكتب فيه كودتا ان كور ديكزاكسيون انقلاب في طور التنفيذ وارتفعت لين لاحقت المختار. خرجت المختار بين جبروا من الأخبار أيوة وكتب على زرها الثاني وتار من هو أهله كتب له وفي سيدة لست
ضباط الشرق. فإذا بعد المختار ما تحرك ولا عدل شيء يلينوا في الاجتماع. يا غير فهم شيخنا محمد الأغر كان عالم الانقلاب لا يخلقون أنهم لا ينحكموا، الجماعة لا يتنحكم في هذا الاجتماع، وابطينا احنا عنه وطول هو الاجتماع وكون مشاكل كان نحن نجي واحنا قاع مالنا جايين. فإذا بعد منين وفى المختار وعيط المحمد والبابا وزير الدفاع هم منهم ناقلوا عن محمد، عيطوا المختار وسولوا كانوا عالم بالانقلاب ما سولوا. عيط الأحمد الزين قال له اللي قلت لي قولوا محمد، قام قال اللي خلي قال المختار الأحمد الزين وتماش، وقال محمد المختار ايوه ما العمل، قال له ونتا انحان منهم قالوا لي محمد هاي رايك تعقيل الذي خلق فيها هذا من وبين دويت وبين 18 وخلق ثم لتعقيل المنطقة الثالثة. شنو؟ المنطقة الثالثة عليها ملاي البخريس وغيره، وعندهم كتيبة واحدة عملية وعليها علي بن محمد، وقالت لهم القيادة الأركان عنهم يمشوا وادين السكة الحديدية. قال هالمصيراني عايز من مساعد ما يعرف الأخبار فايته، وهم كانوا خطة الانقلاب عنهم يوم 8 يقيموا وادين واكثر. الفائدة قبل وعدلوا حلول معقولة. قال مولاي العلي انه يمشي من واحدة يقيس شو على السكة وتمهم لين يعرفوا ايش لا يواسف. في هذه الفترة عقب لين مع الصباح يوم 9 مع الصباح مشيت أنا من هو المسؤول مولاي بغي استحمل بن جارة تاكسي خاصة يبحر يحمل له وردته فيها صديق لله كيف نفسي برسالة المولاي أن خلق له ونراه له خلق الله ليلة 10 وجاء المولاي وعلمه وتم عليهم لين عاد يوم 10 قالت ليلة 10 قيم عليه مع الباطن وتمع عدو مولاي اسمه مساقة وقيموا عدين مكشوف يوم 10. هذا بعض تفاصيل خلقتهم عراق خلقت تفاصيل. أيوة بعد اعتقال الرئيس والله توقيف والله نقله من القصر ودخول جد واستتباب الأمور مع خلقة أي مقاومة، ماذا حدث بعد ذلك؟ بداية تشكيل اللجنة بدأت اللجنة تشكل. من بدأ يشكل اللجنة؟ بدأ يشكلوها اللهم هذه الجماعة أساسا المصطفى. أنا عيطولي قالوا لي عنه لا يديروني فيه سابق تشكيل. قلت لهم ما نبغيه صغير يعني قاع صايب ومعهم اللي يشدوا يعني أنا قلت لا ما نبغي يعني فيوتو شكلوه. وإحنا كل معادين الانقلاب كنا متوافقين أن اللجنة تعود الناس لعدة الانقلاب. هو السؤال، هو الجماعة اللي عدت الانقلاب ونفذته كانت عندها لجنة جاهزة والله كانت متفقة عليه؟ كانت بعد متفقة على أن ما يعود في حد ما حد خلق في الانقلاب وعالم به. وإذا ما خلق ماذا حدث؟ اللي خلق شنو؟ خلق دارت الناس اللي ما في الانقلاب ولا يعلم به
لكن دينه مهم، كان لا رأي المصطفى بالآخرين يقولوا هذا. شنو المبرر اللي كان على أن يدخلوا ضباط وشخصيات؟ مبرر ما نعرف، مبرر هيثم. ولماذا في تشكيلة اللجنة اللي عدلت اللجنة العسكرية تم اعتماد الرتبة بدل الدور في الانقلاب؟ عادت واحدين رتبتهم أعلى ولا كانوا عالمين بالانقلاب، رتبة متقدمين في اللجنة أكثر من حد. لكن لا يردوا حد على قضية وشكلت فيها اللجنة وشكلت هم هاي تفاصيل ما نعرف ولازم يتكلم ورأي فيها ماني جاي. كان ثم اتفاق على أن يعود الرئيس مصطفى الله من طرف جميع، كنا متوافقين عليه جميعا. كنا متوافقين عليه. كان جدو للسالك يلا يعود قائد الأركان ولا وزير الداخلية؟ شنو كان يلا يعود قائد الأركان. لماذا عاد وزير الداخلية؟ أبى عنها هيدالة وأحمد والعبد الله، وقبلها لهم المصطفى جالس الداخلية. اعترضوا على جدو للسالك والله قائد الأركان؟ اعترضوا حق. بسبب التوازنات الجهوية ولا بسبب شنو سبب اعتراضهم؟ لأنهم ما يبغوا يعود كأن الرئيس وقائد الأركان من نفس المنطقة، من نفس الجهة، من نفس المدينة حكم. هذا ما هو مبرر، هذا هم دول معدل الانقلاب، والمصطفى اللي هو رئيس الانقلاب. إذا ما الله، لكن اللي عندهم أنا ما نعرف، ولا هم مرضية عقب صارت أسباب، عقب صارت تفاصيل، وعقب مبررات في الفترة. شو ظهر؟ ظهر أنه الجماعة كاملة. إحنا كنا عندنا برنامج السيوري وعنده برنامج يتكون من 3 نقاط: توقيف الحرب، إصلاح الإدارة، والديمقراطية. هذا كنا متوقعين اللي بعد إحنا عندنا الانقلاب. ظهر لي مولانا عن الجماعة الآخرى شيء منها ما ذاك اللي يبقي، والله ما اللي إحنا ما اللي ذاك اللي منا كان موافق على ذاك موافق عليه، هذا يختار ولا حتى مع السلطة عندهم يعدلوا ذاك اللي يبقوا وذاك اللي يعيش. وجدوه هو كان الأساسي في الانقلاب، وهذا البرنامج ما هو قابل التخلي عنه. وهذا هو سبب انهم يصفوه عقب فترة معينة. شفت أحد الناس اللي عايشوا ذيك الفترة كاتب على الانقلاب 10 من يوليو أنه خلق عليه انقلاب في نفس اليوم. ما هو محال. أنا بعد ذيك اللجنة ما كنت مستوعبها، لو عدلت ولا كنت قابلها، ولو كان ما هو جدا ما نقبلها، ونقد ما نقبلها، عندي باش ما نقبلها. يا خير شد ذاك راجل يبقي الله الخير ولا يجي الآخر مع الخير. قال لي لا خليها دون عقب نحل ذاك. والله هل كان يخطط للشيء؟ كان يتخمم في الشيء؟ تصحيح اللي خطأ اللي تم ارتكابه عقب تصفيته وياه، عقب دار وزارة الداخلية ونفهم تيار معين والله فكرة معينة هي اللي سيطرت على الحكم، وان الناس اللي مخططة اصلا واللي كانت عندها فكرة وخطة معينة ما عادت هي صاحبة القرار. طلع لك والبلد قاعد قضيته معروفة، بلد موريتاني يحكم فيها إلا رقاش واحد، وهذا هو اللي خلقته، وذاك رقاش كانت معاه الناس كامل، وجدوا ما هو قابل ذاك، ما هو قابل يمشي عن الاتجاه والمبادئ اللي كنا متواقعين اليوم كامل. حقيقة أنا والجماعة الأخرى ما كانت فيه، يا غير رئيس الانقلاب تلاعبوا بهم، شاهوا معه وعقبوا له وغرقوهم على جد وصفاهم اللي خلقت مشاكل داخلية.
لقيت مشاكل داخلية قدوا يخسروا العلاقة ما بين مصطفى أريوه إلى بعيد خسر واحد. كيف كانت الفترة اللي قضاها جدو وزير الداخلية؟ كانت فترة ما هي طويلة، وبداية عمل والناس بعد العمل وبعد إيجاد لهذا الشيء منها ولا مقبول لهم اللي يكون ذاك اللي كان مقرر، والله ذاك اللي قد يصح، والله ذاك المعلوم في البلد. يا غير أيام تمر تظهر اتجاهات أخرى ويظهر شخصيات أخرى من النظام ما هم قابلين ذاك، إلين وصلوا لتصفية جدو. كيف تم ذلك؟ قرار تصفيته من السلطة وإخراجه منه. ذاك صلى عادة اللجنة غالبا اتخذ قرار اللجنة كاملة قابل اتجاه وجدو ما هو قابل الاتجاه، ما هو قابل ولا يقدم اللي اتخذ قرار بلا بيه. فهم مثال على قرار كانوا لا يقبلوه. أنا ما نعرف تفاصيلهم ولا أنا مهتم به، صغير واحد شهادي غير بعد إذا نعرف المخلوق بيصير عقبه منين وقت الحالة قال له المصطفى أعطوني صلاحيات اللجنة نقلع جده، طاف الصلاحيات وقلع جده ووزراء أصحابه اللي كانوا قاع مدنيين. هذا هو الأخر، تفاصيله ما نعرف عنه بعد هو الأخر ونعرف أسبابه هي. شفت حتى كاتب على جدو بعد ذاك انه قال على انه إن هذه الجماعة اللي قبضت الحكم انها ما لا يزقنا عليها العام وهي في السلطة، ما يكله يكسب هذا، ما يكله يكسب هذا، وكانت لا تعدل أملي يا غير شاء القدر أمور أخرى. ونحمل أبو سيف وجهيدال وهنا هو ملي عقب ذاك مطاطي جاءت أحداث أخرى يضبط الأمور اتجاه ثاني وشخصيات أخرى. شنو الظروف اللي توفى فيها جدو؟ لا هذا قضية طبيعي، ما عنده أي حد دور فيه، لا مشوته من هون وعاد كيف تجديد تم الدافع لا يقدرون يترقى لها قريدة، لا يقدرون يقلبت وخلاص. ما عند حد فيه أيد ولا عمل حد فيه، ما هو حد. ثم الواقع ايش قالوها؟ طبعا لا يقولوها به الشخصية كيف هو من يقع له ذاك الظروف لا ينقال ذاك، لا بعد ما هو. احنا عندنا تحقيق، احنا ضباط واحدين كنا عندنا تحقيق، كنا عدل واحد تحقيق واحد ولا فينا العالم الثاني وحصلنا على نفس النتيجة من قدر الله وتوفيقه. ما عملت فيه يد ولا نظم حد ولا دبر حد حال يعني أكدر كان. اللي كان يتخمم فيه جدو للسالك هو يخطط الانقلاب وانتم معاه وجماعة واحدة، ظهر لكم ان فات خلقه موريتان والله فات خلقه موريتان. ما أنا ما أخلق ما أتخلق موريتاني قاعد قبل جد بيكسا إلى هون ودون خلق بعد شيء من الهدوء والسكينة والاستثمارات القطاع الاجتماعي. هذا من 2020 سابقا كان رياض جدبوتو.
انت ما درت تعودوا عيتوا تسمعوا شد اخبار الشباب الصغير والله الناس اللي تعدل السياسه برك وتقول ان الانقلابات هما القاعس وموريتان وياسر الناس اعتبر عدد الانقلاب اللي خلقت 78 انه هو سبب دي المشاكل كامل في موريتان. دايرين تسمعوه باش تحسوا انتم الناس اللي عدت اول انقلاب في موريتان. شوف موريتانيا قاع ما قد تقدمت، كان يأخر هذا الانقلاب هذا أولا. موريتانيا ما كانت ديمقراطية سابق الانقلاب، ولا كانت يكون فيها ديكتاتورية الحزب الواحد. ولا نعرف قال الفارق بين هي وديكتاتورية الصندري الواحد ما بين شيء كبير قبل. ونعرف على أنها ما قطرت قبل هي فائدة كبيرة لا تذكر الفترات كاملة. والله هي الحكم الماضي ما عدل فيها شيء كبير، هذا فرط في هويتها، ما عندها بقات بلا هوية، وفرط في ثقافتها، كانت مفروضة عليها اللغة الفرنسية والهوية. حتى الآن ما زالت ما هي قادة تصحضر ولا ترجع مع العدل كامل بذاك العدل فيها. واللي عندها من الاقتصاد كان تلعب به بفرما وفرنسا إلى ذاك العدل فيها عادي. ولا كان ما كان فيها مولي انتخاب ولا كان فيها رئيس منتخب، لا كان رجال جابت ظروف تم همته سكن بعد البلد ما خلاها يتستف، وهذا إيجابي. غير بعد قضية أخرى معي إنه عدل نمو البلد ورقي وتقدم وما قد خليت وجماعة جات عاقب ذاك ما هو طارها هو أهم حاجة ومشكلة. طبعا 2020 هذا الرئيس الحالي جاب شيء من السكينة والهدوء والانفتاح على الناس والتعامل معها، ومعدل ياسر من الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي، التعليم والصحة، وهذا مهم. هذا ما قطرينا ويمنوه ويلطف الله إن شاء الله يتم مستمر إلى كان البلاد توصل حالة ما هي حالة باطل مرضية. شكرا جزيلا.